البحيرات الاستوائيه اللي المشهور فيها بحيره فيكتوريا. بحيره فيكتوريا هي ثاني البحيرات اتساع وعمق على مستوى العالم. ثاني بحيره على مستوى العالم. الحقيقه البحيره دي انا مثلت لي انا نوع من اللخبطه او التخوف. قيل ان اللي اكتشفها كل المراجع او اغلب المراجع بتقول واحد بريطاني اسمه هوجس بيك، لحد ما انا عثرت على موقع على كتاب غريب جدا جدا، كتاب قديم جدا جدا، قال حاجه غريبه، ودي غريبه كانت بالنسبه لي انا. قال لك لا، اللي اكتشف بحيره فيكتوريا ولد من محافظه الاسماعيليه اسمه محمد رؤوف. كان في حمله استكشافيه وهو اللي اكتشف بحيره فيكتوريا والبحيرات الخمس اللي حواليها، بحيره ادوارد، بحيره ادبر، بحيره جو الى اخر البحيرات. وفرح بهذا الاكتشاف وقرر ان هو يسمي بحيره فيكتوريا القاهره، وبحيره البرت او البرت يسميها الاسماعيليه الاسم بلد. وجاء عشان يصدق الملك اسمه الخديوي اسماعيل على هذا الاقتراح. كان في ضيافه الخديوي الملكه الملكه فيكتوريا وزوجها الامير البرت او البرت. فبنوع من الكرم المصري ان قال لا احنا هنسميها باسم الملكه وزوجها الامير. الحقيقه دي انا بحثت على هذه النقطه بالذات، لقيت انه موقعين او كتابين جابوها، بقيت الكتب كلها اشادوا بالمكتشف البريطاني. لكن انا مش عارف كعربي او كمصري اميل للاكتشاف المصري، ليس تحيزا، لاني بعتقد انه ما خدش دوره اعلاميا.